ازيكم يا جدعان؟ هل فكرت إن قبل كده إن الكوكب اللي إحنا عايشين عليه هو المكان الوحيد المعروف في الكون، وإن هو الكوكب الوحيد اللي فيه حياة؟ كوكب غريب مليان محيطات وغابات وصحاري وكائنات حية بالملايين، وده لأنه اسمه كوكب الأرض. في الفيديو ده هنتعرف على بعض أسرار كوكبنا، إزاي اتكون وليه الحياة موجودة عليه، وإيه اللي بيخليه مختلف عن باقي الكواكب المجموعة الشمسية. بس قبل أي شيء تعال أقولك على كوكب الأرض عمره قد إيه. الأرض يا صديقي اتكونت من 4.5 مليار سنة بعد ما اتجمعت كتل من الغبار والصخور اللي كانت بتلف حوالين الشمس في بداية المجموعة الشمسية. وكوكبنا واخد موقع استراتيجي كويس، وهو يعتبر الكوكب الثالث من الشمس بعد عطارد والزهرة، وده موقع مهم جدا لأنه مناسب لوجود حياة. وده بسبب إن الأرض مليانة خيارات كتير، أولهم وجود المية بكميات كبيرة، وتانيهم وجود غلاف جوي يحمي من الأرض، ودرجة حرارة مناسبة، ووجود أكسجين اللي بتتنفسه الكائنات الحية. ونسبة المية على الأرض حوالي 71% من سطح الأرض يعتبر مية من محيطات وبحار وأنهار. عشان كده لما رواد الفضاء شافوا الأرض من الفضاء سموه الكوكب الأزرق. وكمان الأرض بتعمل حركتين مهمين، أولهم الدوران حوالين نفسها، وده اللي بيعمل الليل والنهار كل 24 ساعة. وتانيهم الدوران حوالين الشمس، وده اللي بيعمل إن السنة والفصول الأربعة حوالي 365 يوم وربع. دلوقتي يا صديقي هكلمك عن حاجة غريبة عن كوكب الأرض. وأول نظرية بتقول إن الأرض مش كروية تماما، مع إننا بنقول إن الأرض كروية، لكن الحقيقة إنها مفلطحة شوية من عند القطبين ومنتفخة من عند خط الاستواء بسبب دورانها السريع. وكمان يا صديقي اليوم لم يكن إن هو كان 24 ساعة. في بداية تكوين الأرض كان اليوم حوالي 6 ساعات فقط، بلا إن مع مرور السنين حركة القمر بطلت دوران الأرض فبقت 24 ساعة. كمان يا صديقي الأرض مكان عميق جدا، لدرجة إن فيه خندق يسمى خندق ماريانا في المحيط الهادي، وده عمقه حوالي 11 كيلو متر. وكمان الأرض محمية بدرع غير مرئي، وده لأن الأرض عندها مجال مغناطيسي قوي بيحميها من الرياح الشمسية والإشعاعات الخطيرة اللي جاية من الشمس. ورغم كل الحقائق المدهشة دي، إلا إن العلماء لحد دلوقتي لسه بيستكشفوا أسرار جديدة عن كوكب الأرض، لأنه الكوكب الوحيد اللي بنسميه البيت. وأنا دلوقتي هحكي لك عن بداية ولادة الأرض. يا صديقي قبل حوالي 4.6 مليار سنة ما كانش فيه أرض ولا قارات ولا محيطات ولا أي حياة. كان الفضاء مجرد سحابة هايلة من الغبار والغازات بتدور حوالين نجم حديث الولادة وهو الشمس. لكن مع مرور الوقت بدأت الجزيئات من الغبار والصخور تتجمع وتتصادم مع بعضها بسرعة هائلة، وكان كل تصادم كان بيصنع جسم، وجسم أكبر من جسم تاني، حتى اتولد كوكب الأرض في الفوضى الكونية. والأرض كان في بدايته ما كناش زي اللي نعرفه دلوقتي، كان عبارة عن كرة ضخمة من الصخور المنصهرة والحمم البركانية. وبعد ملايين السنين بدأت الأرض إنها تبرد تدريجيا وتكثف بخار الهواء عشان يقع على الأرض على شكل أمطار هائلة استمرت لآلاف السنين. والأمطار دي ملت المنخفضات على كوكب الأرض عشان تكون المحيطات الأولى. بعد كده في أعماق المحيطات دي حصلت معجزة حقيقية، ظهرت أول كائنات حية بسيطة جدا من حوالي 3.5 مليار سنة. وكانت كائنات مجهرية صغيرة، لكنها كانت بداية الحياة على كوكب الأرض. ومع مرور ملايين السنين اتطورت الحياة وظهرت النباتات وبعد كده الحيوانات، لحد ما جه زمن سيطرت فيه مخلوقات عملاقة على كوكب الأرض وهي الديناصورات. وعاشت الديناصورات على الأرض حوالي 160 مليون سنة. هسيب لك اللينك بتاعها عشان لو حبيت تسمع حكايتها وتشوف ايه اللي حصل في زمنهم. وبعد ملايين السنين من الحدث ده ظهر نوع جديد من الكائنات على الأرض، وهو كائن استطاع التفكير وبناء الحضارات واستكشاف الفضاء، اللي هو الإنسان. على الرغم إن الكوكب بدأ من كرة ملتهمة من الحمم إلى كوكب مليء بالحياة، لأن كده تظل كوكب الأرض واحدة من أعظم القصص في الكون. وأنا دلوقتي هقول لك على 6 أماكن يعتبر الأغرب في تاريخ كوكب الأرض. مكان وهو بحيرة هيلر الوردية. المياه في البحيرة دي لونها وردي بالكامل، والغريب إن اللون بيفضل ثابت حتى لو أخدت مية منها في إزازة. والعلماء بيعتقدوا إن السبب هو نوع من أنواع البكتيريا والطحالب اللي تعيش في المياه دي. وتاني مكان وهي حفرة كبيرة جدا بيسموها حفرة الجحيم، لأن هي حفرة موجودة في الصحراء ومليانة نار مشتعلة بقالها أكتر من 50 سنة، واتسمت باب الجحيم لأن شكلها بالليل مرعب جدا. ودلوقتي هقولك على مكان هو الأكثر جفاف على الأرض، وهو صحراء أتاكاما في دولة تشيلي. ودي واحدة من أكثر الأماكن جفافا في العالم، ما فيهاش مطر نزل فيها لعشرات السنوات. ورابع مكان معانا وهي شلالات الدم
وموجودة في قارة أنتاركتيكا اللي هي القطب الجنوبي. المَيّة فيها نازلة من الجليد، لكن لونها أحمر زي الدم، والسبب وجود حديد كتير في المَيّة بيتأكسد لمّا يلمس الهوا. وخامس مكان معانا وهو مكان البرج الدائم. في المكان ده البرق بيظهر حوالي 260 ليلة في السنة، وأحيانًا بيوصل لآلاف ضربات البرق في الليلة الواحدة. وسادس مكان معانا وهو مثلث برمودا. مثلث غريب بيظهر فيه حاجات الإنسان يعجز عن تفسيرها، طيارات، مراكب بتعدي وسفن بتعدي عليه وبتختفي. ولحد دلوقتي حصلت حوادث العلماء بيعجزوا عن تفسيرها وعن أي حاجة بتحصل في المكان ده. وفي الفيديو الجاي هكلمك عن حكايات أكتر عن كوكب الأرض، بس عايزك قبل ما تسيب الفيديو تكتب لي إجابة على سؤال، وهو: هل الأرض كروية ولا مسطحة؟